بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستترا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سابغة هنية منقطعا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجبال، واستمنح الله تعالى رضوان يخص العصرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، واستجريه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطاء وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف قدمت على المسامع بحلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة محمد من اتصال السمية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى بالتقاء لعمياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة الخفية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فتح ماحماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب المصول القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من كان يدخلون إلى الرحاب الحرمية وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه
ابن مضر بن نزار بن العبد بن عدنان وهذا سيد نطم فرائده بنان السنة السرية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من أقل تعلق السواكب والذرية وكيف ناوى السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تعصيب الرحلة بحلا قلنا نجوم الجوزاء حبذا علم الوسود بالوفقار أنت فيه اليتيمة العسماء وأكرم به من نسب ظهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد السيف العراقي والده بمخرج الأمن ورواه حفظا لله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون الإثم تركتك سفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صلاة سلام النبوة في أسارير غريب البنية وبادر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنه عبد الله اللهم قاب الله يا الله بعافٍ شان من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نخله إلى مقره من صدفة آمنة زهرية وخصها الغريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهموم نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حلالا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان ونطقت بهذه كل دابات لقريش
بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميان وبشرت الجن بإعلان زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حدا حسبه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخباره بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا